مساء الخير عليكم. اليوم جيتكم مع السفرجل، بما انه موسم السفرجل. اول فكره اللي حبيت نمدها لكم كيفاش تنقي السفرجل. يعني بزاف يعانيو من السفرجل، يقول لك يجينا صعيب، يجي واعر. الطريقه اللي يعني تنقي بها السفرجل، واش راح ندير؟ تحكمي السفرجل تاعك، راح تشليه تحكيه مليح، وراح ديريه في الكسكسي فور هكذا بالقشره تاعو. يعني نفورو قيسمه. شوفي، ندخل الموس قيسمه، يعني نقدر ندخل الموس ما نخليش طري بزاف. يعني الحبه راهي مازالت ماهيش طريه، قيسمه الموس تاعي يدخل بسهوله بهذه الطريقه. بعد ما السفرجل اللي فور نحيه نخليه يبرد، لازم يبرد لك شويه. راح نبدا نقري بهذه الطريقه. راح تقسمي الحبه تاعك هكذا، على 4، ولا كانت الحبه كبيره ديريها على 6 هكذا. كي نتحصل على هذو الابراج، شوفي هنا ما استعملت لا قارص ما والو، يعني فورت فقط السفرجل تاعي. راح نبدا نقي فيه هنا اللب هذا الدخلاني. شوفي يجيني ساهل، ماشي كيما كيكون يكون يابس، راح الطريقه تاعو تجيك صعيبه. شوفي كيفاش راني نقي فيه بسهوله. والحاجه المليحه انك ما كيش حتستعملي القارص هاك، والبرج تاعك ما كيش حتهضميه. هنا حبيتي مثلا راكي حديري معجون المرقه، تخلي هكذا الابراج تاعك. ها شوفوا البرج هذا راه مفور، شوفوا البرج تاعي كيفاش يبقى لي صفر، يبقى ابيض على حاله هاك. يعني راح ما نهضمش كامل، راح نستحفظ على البرج تاعي. نحيلو القشره فقط هاك، ماهوش راح يتاكسد لي، استعملش كامل القارص. هاي شوفوا البرج تاعي هنا كي راح نديرو مثلا تاع المرأة يبقى لي البرج واقف. هاي راح نكمل انا نقي هذه الكميه، ومن بعد راح تشوفوا معايا فيديو اخر راح نعطيكم وصفه معجون المرأة تاع السفرجل. شكرا على المتابعه.